ازاي تغير اوضتك 180 درجة؟ اول حاجة حضر فلوسك وجيب علبتين دهان خشب اللي بيكون مطفي وازازة نفط عادي وفرشة، وتبدأ تغير لون الخشب البني الكئيب. زي ما انتوا شايفين الدولاب شكله غامق جدا. هنا الحاج عوض الجامد بيعمله وانا حاولت اعمل زيه بس الموضوع فشل مني. المهم انكم تحطوا كرتون عشان ما يوقعش على الارض، وتقعدوا 5 4 سنين كده تفضلوا تشيلوا من البلاط الدهان. واهم حاجة تلبسوا جلافز عشان ايديكم ما تتبهدلش. للأسف أنا كنت صورت أكتر من كده بس الكاميرا اتفرمطت. المهم يلا بينا نشوف الأوضة بعد ما خلصت. هي ما خلصتش قوي، والإكسسوارات دي على المكتب. هنحط اللوحة في الحيطة ونفرش السجاد ونحط ملاية ويلا بينا. أهم حاجة إضاءة الأوضة. لو إضاءة أوضتكم بيضة جدا مش هينفع، بالذات لو الخشب أبيض هتحس بكمية إزعاج لعينيك وحاجة صداع وحاجة رهيبة. المفروض الأوض تكون دافية عشان ده مكان الاسترخاء بتاعنا، والإضاءة ما تبقاش مباشرة للعين. ممكن نضيف إضاءة عند المكتب، ممكن خلفية أو إضاءة خافتة تتحط على المكتب. دي أنا عملتها إزاي؟ جبت طبقين من عند النيش ماما هتنفخني، وحطيت سلك ونورتها. الجيش قالك اتصرف، اصل لقيتها غاليه في المكان اللي روحته، بس ايه قلت اعملها احسن في البيت. ونصيحه خلوا مساحه فاضيه ليكم، مش لازم كل مكان نحط فيه مليون حاجه وخلاص. لازم يبقى فيه فاضه في اوضتكم، واكيد ستاره دانتيل عشان الشمس تخش الاوضه من ناحيه البلكونه وبتدي مساحه كبيره للاوضه. مش عارفه ليه شكل السرير عامل كده، بس في الحقيقه هو شكله احلى. وهنا ده الدولاب اللي كان بيتبيض، بعد ما اتغير لأبيض بقى موسع الأوضة وشكله شيك بكتير، تحس إن أنت داخل كده محل موبيليا. عامة أوض نومنا هو المكان اللي بعد الشغل أو الدراسة بنرجع له كل يوم، المكان اللي بنقعد فيه معظم وقتنا، المكان اللي بنعيش فيه كل لحظاتنا، نومنا أكلنا شغلنا في أوضتنا برضه. فلازم المكان ده نهتم بشكله. مش شرط تجيبوا حاجة جديدة، شوية تغييرات بسيطة ممكن تغير أوضتكم، قادرة إنها تحول أوضتكم لمكان تاني، لمكان محفز للدراسة والمذاكرة وللشغل وليكم. حتى لو غيرت الملاية انت كده كده غيرت من شكل الأوضة. أوضنا هي المساحة اللي بنمتلكها في وسط العالم الكبير جدا ده، فاهتموا بمساحتكم الصغيرة. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.